اخيرا عملناها، اخيرا. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لو اوريك لقطه حالا ب 100 مليون جنيه قبل ما الماتش يبدا. شوف توقعي عشان تعرف ان انا معلم. عايزة أسأل جوزي العزيز، تتوقع ايه لمصر؟ 3-1 لمصر. لمصر ولا ضد مصر؟ لمصر. 3-1 لمصر ان شاء الله، ان شاء الله 3-1 ايه لمصر. رأيك يا أشرف وانت لابس أحمر؟ اوه فعلناها يا جماعه، كسبنا نيوزيلندا. الله يا مصر، اول فوز، اول فوز لمصر في كاس العالم، اول فوز يا جماعه. فعلناها 4 نقط اول المجموعه. احنا الاساتذه، احنا جايين اهو. جايين جايين. اقسم بالله بص، عايز اتكلم كلمتين في حق 2 أو 3 لعيبه: مروان عطيه، امام عاشور، مصطفى شبير. بس يا جماعه الثلاثه دول، امام عاشور يا جماعه النهارده بيلاعب الناس كلها، بيلاعب صلاح، بيلاعب محمد هاني. محمد هاني ده عالمي. محمد هاني ده اللي هيتكلم عنه نص كلمه تانيه هديله بالجزمه. مش عايزه اي بوست اي نيجاتيف على محمد هاني. محمد هاني اسطوره. باك يمين النهارده عامل عرضيه، اقسم بالله عرضيه من بتاعت كافو. انسى محمد هاني حكايه. مصطفى شبير النهارده هو اللي مديك المكسب. مصطفى شبير اسطوره خلاص، بعيد عن اي حد بسنين ضوئيه. امام عاشور نص ملعب ملوش حل، يمين ملوش حل، يلعب شمال ملوش حل. امام عاشور لعيب كوره يا شويه علم ما بتفهمش. امام عاشور لعيب كوره. اما زيزو الهجمه اللي ضيعها ده، زيزو ما لناش دعوه بيه، عادي تشغلش بالك. مصر بتفوز لاول مره في كاس العالم، وايه؟ متعادلين مع بلجيكا وفايزين على نيوزيلندا. بس خد بالك انا خايف من ماتش ايران، ولكن خلينا في الفوز النهارده. تقييم اللعيبه يا جماعه 10 من 10 ونجمه ممتاز، واللي كنا بناخدها زمان في كورسات المدرسه دي. تقييم اللعيبه تقييم عالمي. اللعيبه النهارده عاملين شوط اول سيء جدا. شوط اول احنا كنا محذرين منه، قلنا اوعى تلعب على الكور الطويله او على الكور الطويله، اوعى تلعب على البدني لان هم اقوى منك. لما لعبتهم كده جابوا في الجول. لما لعبتهم كوره بقى الشوط الثاني 3 مستريح ومضيع 2 3 تاني. هم مش بتوع كوره، هم بدنيا اقوياء. ما تلعبش معاهم طول. ده هم اقل واحد فيهم 2 متر و7 سم و2 متر و10 سم. يعني انت بتلاعب نخل، ما ينفعش العب معاهم طولي. انت عندك محمد صلاح 160 150 سم، ما ينفعش الكلام ده. كان لازم العب على الارض. لما لعبت شوط تاني على الارض ابو تريكه قال لك يا كابتن لعبهم كورتك، العب على الارض وخش ودخل امام لجوه. دخل زيكو راح شمال، محمد صلاح لعب يمين، عمر مرموش في النص، امام تحتيهم. الدنيا اتظبطت. امام عاشور يلاعب اي حد في اي حته بجد. اللعيبه النهارده بجد عاليين. حاجه تاني، انا قلت من الاول والله العظيم اول ما الماتش بدا قلت ما ينفعش محمد هاني، ما ينفعش ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، ما ينفعوش الاثنين مدافعين. رامي لما نزل برغم ان هي اصابه، بس رامي ثبت كفاءه. ليه؟ لان رامي في الطولي والكلام ده كله هيجيبهولك. بتاع جرينتا هوب ضرب هوب ضغط هوب يطلع يجيب الكره من فوق هوب، ما يخليش اللاعب يستلم. حمدي فتحي بتاع كوره شويه، هيسيب اللعيب يستلم ويروح ويجي بوشه عشان يفكر يقطع منه. ده غلط، هما ما بيدوكش فرصه. جابوا فيه الجول رضيع فيهم ب3. بجد انتوا رفعتوا راس العرب، انتوا والمغرب، بعد اللي بيحصل، بعد الاربعات. الاربعات يا صديقي، والخمسات. الخمسات يا حبيبي كله، الستات يا قطري، واخد بالك؟ 6 قطر تاخد 6، السعوديه تاخد 5، هتاخد 4، تونس تاخد 5، تيجي مصر لبوا 3 على طول، المغرب لب 1. بص، اللي مشرف الكرة العربية حتى الآن مصر والمغرب. وهنتكلم في فيديو بكرة إن شاء الله، لأن إحنا مطبقين زي ما أنت شايف صوتي رايح. بكرة إن شاء الله هنعمل لكم فيديو هكلمك على كام نقطة مهمة جدا 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 جدا، هم اللي خلوا الشوط الأول يتحول تماما في الشوط الثاني. مبروك لكل المصريين وسهرة سعيدة يا جماعة. وبجد انا فرحان من كل قلبي ان مصر اخيرا كسبنا في كاس العالم. اخيرا قدرنا نكسب فرقه اوروبيه. اخيرا اتخلصنا من العقده بتاعت ان الفريق الاوروبي انت ما تعرفش تكسبه، انك تقدر تلعبه وتقدر تمسك عليه كوره وتقدر تمتع نفسك وتمتع الجماهير. اخيرا حسام حسن عالمي يا حسام يا حسن. ابصم لك وامضي لك دلوقتي مضوه 9 سنين قدام. حسام حسن مدرب عالي قوي. ورأيي فيه ان هو كان لسه بين وبين، لا خلاص حسام حسن مدرب
عالمي. حسام حسن هو اسطورة منتخب مصر الجديدة، الجوهري. حسن شحاتة، حسام حسن، وكفى.